بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. هتكلم على أوضاع النوم أثناء الحمل. طبعا النوم في الحمل لما الست وزنها بيزيد وحجم بطنها بيزيد، فبيبقى النوم صعب عليها، مش قادرة تحصل على نوم جيد. طبعا النوم مهم، لأن لما السيدة بتنام الدورة الدموية بتبقى بتشتغل كويس، بتوصل للجنين، بيتساعد على تطوره ونموه. طبعا هي بتنام من 7 ل 9 ساعات مساء، والمفروض بتاخد قيلولة بعد الظهر من ساعة لساعتين. الأوضاع اللي بتنام عليها بتبقى أول 3 شهور أي وضع يريحها ما يتعبهاش، يعني هتنام على بطنها، على ظهرها، على جنبها، يعني ما حدش يتكلم كتير. لا، في ناس بيشرطوا حاجات تانية، لكن أنا في رأيي إن ال3 شهور الأولين براحتها خالص، لأن الرحم لسه ما كبرش عشان يعمل أي تأثير. بعد كده بقى من الشهر الرابع لحد الآخر، لا، بنقول إن أحسن وضع للنوم هو النوم على أحد الجانبين، زي الكلام اللي بيقول تنام على الجنب لريح، خاصة الأيسر، لأنها لما بتنام على الجنب الأيسر الدم بيروح للجنين كويس، حتى بيروح للأم للكلى بتاعتها كويس. ولما بنام على الجنب بقلل الضغط على الأوردة والأعضاء الداخلية، بالذات من الجنب لما بقاش نايمة على الظهر. النوم على البطن طبعا مشكلة، ان هو بيضايق الحامل لان بطنها قدامها، وانه بيضغط على الجنين، يعني انت يعتبر انك نايمة والجنين تحتك والسرير تحته. النوم على الظهر بقى طبعا ده وضع خطير بعد الشهر الرابع، لانك انت وزن الرحم لو انت نايم على ظهرك بيضغط على الأوردة وعلى الشرايين اللي تحت، فبيؤدي انه بيتعب الظهر، غير انه بيقلل الدم والاكسجين للطفل، غير كمان انه هو بيقلل الضغط للأم نفسها، فبيعمل لها دوخة وزغللة. طيب هنعمل ايه في الأوضاع دي؟ بيفضل ان السيدة بتنام باستخدام مخدة الحامل، مخدة مخصوص تبقى على هيئة حرف سي، حرف اس، المهم او وسائد صغيرة. بتحط الوسائد الصغيرة دي او الوسيدة الكبيرة تحت اي حتة بتتعبها. فهنتكلم دلوقتي ان هي لو عندها شعور بالحموضة، فهي بتنام على جنبها هتحط المخدة عند صدرها، تحت صدرها شوية. لو حاسة ان في ضغط على البطن بتاع الجنين بتحط المخدة تحت البطن. لو حاسة ان في ألم في ظهرها فبتحط المخدة بين الركبتين وبتتني الركبتين والساقين. لو حاسة ان في وجع في الظهر جامد بتحط مخدة خلف الظهر بتاعها. طيب قلنا هتاخد عشان تنام كويس، بتاخد قيلولة قلنا بعد الظهر. بتنام بدري، ما تستخدمش كمبيوتر او محمول قبل ما تنام على طول. هتقلل الكافيين وهتقلل الاكل التقيل قبل النوم، اللي هو كتير التوابل قبلها بساعات. هتشرب سوائل كتير، بس تبطل قبلها بساعتين عشان ما تقومش بالليل مضطرة تروح الحمام. هتلبس هدوم واسعة مريحة، وكمان هتمارس رياضة نص ساعة قبل النوم بكذا ساعة. ممكن تاخد حمام دافي، وممكن تشرب كوباية لبن دافي قبل النوم. وشكرا.